تعيش جاليات عربية كبيرة في المملكة المتحدة، منها الجالية اليمنية تقدر ب70 إلى 80 ألف شخص. من أبناء الجالية اليمنية المحامية ابتسام محمد التي فازت بمقعد في الانتخابات البرلمانية لتكون أول امرأة يمنية تتمكن من الوصول لذلك المنصب. ابتسام محمد فازت بمقعد شيفيلد الوسطى عن حزب العمال وحلفت اليمين أمام مجلس العموم. I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law, so help me God. Thank you. النائب ابتسام وصلت إلى المملكة المتحدة من اليمن عندما كانت طفلة، وهي بالأصل من مدينة رصد في محافظة أبيان جنوبي اليمن، وعمل والدها حينها في مصانع الصلب في شيفيلد، ولذا ركزت النائبة خلال حملتها على حقوق العاملين في معامل الصلب وغيرهم، وأثبتت حضورا فاعلا في العمل السياسي في بريطانيا. في عام 2016 حصلت على مقعد في عضوية بلدية شيفيلد من مجال عملها كمحامية قدمت مساعدات قانونية لأبناء الأقليات واللاجئين في المدينة. أيضا عملت كمستشارة للتعليم في شيفيلد خاصة خلال جائحة كورونا، وغيرها من الأدوار السياسية والحزبية التي أثرت مسيرتها حتى وصلت لهذا المنصب. ابتسام قالت إنها خلال الحملة الدعائية الانتخابية تحدثت للعديد من الأشخاص الذين عبروا عن شعورهم بأن صوتهم فيما يتعلق بما يحدث في الشرق الأوسط وفي غزة لم يكن مسموعا. طمأنتهم بأنها ستستخدم صوتها للدفاع عن السلام والتعايش في المنطقة ومن أجل وقف إطلاق النار ومن أجل إطلاق الأسرى من جميع الأطراف. على مواقع التواصل الاجتماعي المتابعون العرب عمر خلف يقول لها يعني شو راح تساوي؟ راح تغير شيء بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي اللي كان تحت إشراف بريطانيا ووصايته؟ هنا حساب لا تسألني من أكون، لن نسألك من تكون ولكن سنقرأ تغريدتك. يقول نحن في اليمن يضعون لنا الحكام اللصوص والعملاء والخونة، أما الحكام المتعلمون أصحاب المبادئ يأخذونهم يستفيدون منهم لنهضتهم. أما تدوينة صالح من اليمن والهند وبريطانيا الآن الدول اللي احتلتهم سابقا صاروا هم أهل البلد. الجالية اليمنية في بريطانيا موجودة منذ عقود، تتركز في العاصمة لندن ومدن أخرى كشيفيلد ليفربول وبرمنغهام. عمل العديد منهم من الرجال اليمنيين في شركات برمنغهام للأسلحة الخفيفة عندما قدموا لأول مرة إلى المملكة المتحدة، وهذا هو المصنع. كما عمل اليمنيون في ورش التعدين والمصانع في جميع أنحاء ويست ميدلاندز الغربية، وكانوا يعتبرون المملكة المتحدة بمثابة الدولة الأم بعد أن خضعت اليمن لأول مرة للحكم البريطاني في عام 1839.